وقبل ما نبدأ فيلمنا عايز أقولك إن فيلم النهاردة يبقى تالت أحسن فيلم في التاريخ، فعايزك تركز كده معايا علشان نشوف الفيلم بيقول إيه. وبتبدأ أحداث فيلمنا وبنشوف عصابة لابسة أقنعة مهرجين وبيعملوا سطو على بنك في مدينة جوثام، وبنشوف إن العصابة مقسمة نفسها لمجموعتين، مجموعة بتطلع على سطح البنك علشان يعطلوا أجهزة الإنذار، والمجموعة التانية بتنفذ الاقتحام. وبعد كده مجموعة منهم بتدخل جوه البنك علشان تسرق اللي في الخزنة، والباقي بيكونوا بره مستنيين وبيكونوا مثبتين كل العمال اللي في البنك. وبنشوف ان في موظف شجاع قدر ان هو يهجم على العصابه، ولكن العصابه قدرت ان هي تضربه برصاص في رجله. وفجاه واحد من العصابه بينقلب على الباقي وبيقلع القناع بتاعه، وهنا بنعرف ان ده الجوكر. وبعد كده الجوكر بيحط قنبله فوق الموظف اللي اتضرب في رجله من شويه وعلى طول بيهرب. وبنروح لباتمان اللي بيكون بيقدم مهمته في مواجهه الجريمه في مدينه جوثام، وبنشوف عصابه بتعمل صفقه مع دكتور كرايم، واثناء الصفقه بنلاحظ ان كذا واحد لابسين زي باتمان وبيحاولوا ان هم يقاوموا العصابه، ولكن العصابه بتقدر ان هي تضربهم. وفجاه بيظهر باتمان الحقيقي بعربيته المدرعه وعلى طول بينزل وبيضرب العصابه. ودكتور كرايم كان عايز يهرب، ولكن باتمان قدر ان هو يمسكه هو ورجالته بعد مطاردة كبيره، وعلى طول بيسلمهم بعدها للبوليس. وبنشوف باتمان وهو بيتكلم مع الناس اللي بتنكروا في الزي بتاعه، وبيقول لهم ان انتوا كده هتضروني مش بتساعدوني، وانتوا كده بالطريقه دي ممكن تشوهوا صورتي قدام الناس. وبعد كده بنشوف تجمع المجرمين بتوع جسام، واللي بيكونوا بيتناقشوا ازاي ممكن يتخلصوا من باتمان. والجوكر بيوصل لاجتماع وبيقول لهم انه عنده حل، وبيتكلم معاهم ان باتمان ده زي العلامه، وعلشان تتخلص من العلامه دي لازم تخلي فيه علامه مضاده ليها. وعلى طول بيقول لهم ان هو العلامه دي، وبيكون في واحد من المجرمين موجود في الاجتماع، والكلام ده ما بيجيش على مزاجه، وبيبدا يتكلم مع باقي المجرمين وبيقول لهم ان احنا مش هنفضل مصدقين المهرج ده. والجوكر بيتعصب عليه وبيقوم علشان يضربه، ولما المجرم ده بيحاول ان هو يضرب الجوكر بيفتح الجوكر الجاكيت بتاعه على طول، وبنشوف ساعتها انه مليان قنابل. وفي الوقت ده الكل بيخاف وبيعمل الجوكر الف حساب، وبنعرف ان المجرم ده كلف رجالته ان هم يقتلوا الجوكر علشان ينتقم منه على التهديد ليه في الاجتماع. وبنشوف المجرم ده وهو بيلعب بلياردو في مكان بعدها، وبيجري رجالته وبيقولوا له ان هم قدروا ان هم يقتلوا الجوكر وكمان بيسلموا جثته، ولكن المجرم ده ورجالته بيكتشفوا ان الجوكر اصلا عايش ومثل عليهم انه ميت، ودي بتكون حركه من حركاته. والجوكر بيقوم وبيندمه على كل اللي عمله وبيفضل يضرب فيه وبعدها بيقتله. وبنشوف باتمان وهو بيطلب اسلحه متطوره علشان عنده مهمه في الصين، وعاوز يقبض على مجرم مشتبه فيه انه بيهرب اسلحه لمدينه جوثام، وبيكون المجرم المشتبه فيه ده اسمه لاو. وباتمان بيودي لوشيس واللي بيكون المساعد بتاعه علشان يتكلم مع لاو على اساس ان هو هيساعده في الصفقات اللي هيوديها لجوثام. وبيقدر لوشيس ان هو يسيب عند لاو جهاز تعقب وبيقدر بيه باتمان انه يتجسس عليه، وساعتها بيقدر باتمان ان هو يحدد مكانه. وبالليل بيقدر باتمان ان هو يقتحم المبنى بتاع شركه لاو وبيمسك لاو من جوه المبنى وبيهرب. وتاني يوم البوليس بيلاقي لاو مربوط قدام اسم الشرطه، وعلى طول بيبداوا ان هم يحققوا معاه. وبنعرف ان المحققه المسؤوله عن القضيه دي اسمها ريتشل، وبتقدر ريتشل ان هي توصل لكل المعلومات اللي هي عاوزاها من لاو بعد لاو ما بيقول لها ان هو هيعمل معاها صفقه. وتكون تفاصيل الصفقه دي ان هو هيديها كل المعلومات اللي هي عاوزاها، وهيسلمها كل المجرمين اللي هم بيتعامل معاهم في مدينه جوثام في مقابل ان هي تضمن له سلامته وكمان طياره ترجعه هونج كونج. وعلى طول بتوافق ريتشل، وده فعلا اللي بيحصل. وبيتقبض بعدها على كل المجرمين اللي لاو قال عليهم واللي كان بينه وبينهم صفقات. وقتها جوكر بيتضايق جدا لان لاو وكل المجرمين اتقبض عليهم، وعلى طول بيبدا يعمل رسائل تهديد لباتمان. وبيشوف باتمان في التلفزيون فيديو منتشر جدا للجوكر وهو بيعذب شخص متنكر في لبس باتمان، ودي طبعا بتكون رساله واضحه جدا لباتمان ان الجوكر بيهدده وقريب جدا هيقتله. وبيكون الجوكر عايز من باتمان ان هو يخلع الماسك بتاعه، وبيهدده ان هو لو ما عملش كده وانه كمان لو ما كشفش شخصيته الحقيقيه فالجوكر كل يوم هيقتل رهين اكتر. وعلشان ينتقم الجوكر من الشرطه بسبب قبضهم على المجرمين اللي تبعه بيقدر الجوكر ان هو يفجر عربيه القاضيه اللي حكمت على المجرمين وقتلها. ومش بس كده، لا كمان ان هو بيسمم رئيس مجلس الشرطه. ومش بيكتفي بكده كمان، ده كمان بيعمل هجوم على حفله كانت معموله في بيت باتمان، وبيروح علشان يدور على الضابط اللي كان بيحقق مع المجرمين اللي تبعه. ولكن الجوكر مش بيلاقي الضابط موجود في الحفله، وبتكون محققه ريتشل موجوده في الحفله. ولما الجوكر شافها على طول مسكها وحدفها من الشباك. وفي الوقت ده وصل باتمان وقدر ساعتها انه يتدخل، وعلى طول في اللحظه الاخيره بينقذ ريتشل قبل ما تموت. وبيهرب الجوكر بعدها من الحفله، وتاني يوم بتكون معمول جنازه كبيره جدا للقاضيه اللي اتقتلت. وبنشوف عمده المدينه بيقول كلمه في جنازه القاضيه، وفي الجنازه بيكون الجوكر متخفي وسط صفوف الضباط وبيحاول انه يغتال العمده، ولكن بيقدر باتمان ان هو يكتشف ده وبيتدخل وبينقذ العمده. وعلشان الشرطه تخلي الجوكر يهدي اللعب شويه وما يحاولش ان هو يموت ناس اكتر في جوثام، بنشوف الضابط هارفي وهو بيروح يسلم نفسه وبيقول ان هو باتمان. وبنعرف ان هارفي ده هو الضابط اللي كان مسؤول عن التحقيقات مع المجرمين. وساعتها الشرطه بتقبض على هارفي، ولما بيكون هارفي في عربيه الترحيلات وبيكون رايح للسجن بيحصل هجوم كبير جدا لعربيه البوليس اللي نقلها للسجن. وبنعرف ان اللي هجم عليه بيكون الجوكر ورجالته، وده علشان ان هم صدقوا ان هارفي هو باتمان الحقيقي وعاوزين يقتلوه ومش هيستنوا ان هو يتحاكم. وبيظهر باتمان وبتحصل مواجهه كبيره جدا بين الجوكر ورجالته وبين باتمان، وبتكون المواجهه قويه جدا لدرجه ان عربيه باتمان بتتدمر، وساعتها بيضطر باتمان انه يستخدم الموتوسيكل بتاعه.
وبيوصل للجوكر، وساعتها الجوكر بيتحداه انه يقتله، وبيقدر باتمان فعلا ان هو يوصل له، ولكن بيتفاداه ومش بيقتله، وبيقع باتمان بعدها على الارض وبيلاقي الجوكر علشان يقتله، ولكن بنتفاجئ ان في ضابط بيظهر فعلا وبيقبض على الجوكر، وبنعرف بعدها ان دي كانت خطه من باتمان وهارفي، وان ده كمان معمول باتفاق بينهم للجوكر علشان يقدروا ان هم يقبضوا عليه، ولكن بنلاحظ بعدها ان ريتشل وهارفي بيكونوا اختفوا، وبعد القبض على الجوكر بيرفض ان هو يتكلم او يقول اي حاجه بخصوص مكان ريتشل او هارفي اللي بيكون خاطفهم، وساعتها بيضطر باتمان ان هو يحضر التحقيقات بنفسه، ولكن الجوكر بيفضل يماطل مع باتمان وبيفضل يكذب عليه، وساعتها باتمان بيستخدم معاه العنف وبيضربه، وقتها الجوكر بيتكلم وبيقول على مكان ريتشل وهارفي، ولكن بيعرف باتمان ان كل واحد منهم مربوط في قنبله، واللي بتكون كل قنبله فيهم بتايمر وهتنفجر، والجوكر بيكون مخبيهم في اماكن مختلفه، وساعتها بيروح جوردن علشان ينقذ ريتشل، وباتمان بيروح علشان ينقذ هارفي، والجوكر وهو محبوس بيقدر ان هو يعمل مكالمه تليفونيه، وبنكتشف انه كان زارع قنبله في مكان قريب جدا من السجن، وبتنفجر القنبله والمكان كله بيتدمر، وبيقدر الجوكر انه يهرب، وللاسف باتمان بيوصل متاخر وما بيقدرش انه ينقذ هارفي لان بتكون القنبله انفجرت، ولكن هارفي بيكون لسه عايش، ولكن نص جسمه تقريبا بيكون اتدمر، وفي نفس الوقت جوردن بيكون ما قدرش ان هو يلحق ريتشل، والقنبله برضه بتكون انفجرت، ولكن المره دي ريتشل للاسف بتكون ماتت، وبنشوف بعد كده المحامي كولمان ريس اللي بيكون في لقاء تلفزيوني وبيدافع عن باتمان، وبيقول ان اكتر شخص بينصر الحق في مدينه جوثام، وبيفضل يتكلم وحش عن الجوكر، وبيقول ان الجوكر ده مختل عقليا وانه لازم يتقبض عليه ويتحبس، وساعتها الجوكر بيتصل بالبرنامج وبيقول لهم لو المحامي ده ما ماتش خلال ساعه انا هفجر مستشفى في مدينه جوثام، وعلشان يقدر الجوكر ان هو يحير بوليس ما بيحددش انهي مستشفى بالظبط اللي هيفجرها، وساعتها بيضطر البوليس انه يفضي اغلب مستشفيات المدينه من المرضى اللي موجودين فيها، وبنشوف الجوكر بعد كده بيقدر ان هو يوصل للمستشفى اللي هارفي موجود فيها بعد ما اتصاب من انفجار القنبله الاولاني، وبيبدا الجوكر ان هو يتكلم مع هارفي اللي بيكون متعصب منه جدا وعاوز يقوم يقتله لان الجوكر هو السبب في كل اللي حصل له، ولكن الجوكر بيقدر في النهايه انه يفجر المستشفى وبيقتل اللي فيها، وبيخطف الجوكر بعد كده شخص علشان يوصل رساله للناس وبيكمل المخططات بتاعته، والرساله بتكون ان بعد الساعه 12 هتبدا اللعبه الكبيره، واي حد خايف او عايز ينسحب يلحق ان هو يهرب قبل الميعاد، وبعد انفجار المستشفى البوليس بصراحه كده بيكون خايف جدا من الجوكر، وبيبدا البوليس انه يفضي المدينه كلها من السكان علشان مش عارفين الجوكر هيعمل ايه الساعه 12، ومش عارفين ايه هي اللعبه الجديده اللي الجوكر يقصدها، وساعتها البوليس بيقسم كل الناس اللي في مدينه جوثام لسفينتين كبار، سفينه بيكون فيها كل المساجين اللي كانوا في المدينه، والسفينه الثانيه بيكون فيها باقي المدنيين، ولكن اللي هم ما كانوش عارفينه ان كل سفينه من جواها كانت مليانه متفجرات، وبيتفاجئوا بصوت الجوكر واللي بيذيع عليهم رساله وبيقول لهم ان كل سفينه فيها جهاز تحكم بالسفينه الثانيه، وان لازم سفينه من الاثنين ان هي تفجر السفينه الثانيه، ولو لحد الساعه 12 ما حدش فيهم فجر الثاني فالجوكر معاه جهاز تحكم رئيسي واللي مربوط بالسفينتين اللي موجودين، ولو ما حدش فيهم فجر الثاني هيفجر السفينتين باللي فيهم ويموتهم، وبيقدر باتمان ان هو يحدد المكان اللي الجوكر موجود فيه، وبنلاحظ ان الجوكر خاطف ناس وملبسهم قناع شبه قناع عصابته، وكمان مقلع رجالته الاقنعه علشان البوليس يفكرهم رهاين، وكل ده بيكون علشان يقدر يضل البوليس ولو البوليس قدر ان هو يوصل له، وساعتها باتمان بيوجه افراد الشرطه علشان يعرفوا ان الجوكر معاه رهاين وينبه على البوليس انه ما يقتلش اي حد فيهم، وبعدها بيروح باتمان علشان يواجه الجوكر، وبتحصل بينهم معركه قويه جدا، ولكن بيقدر باتمان في النهايه انه ينتصر على الجوكر، وبيربطه وكمان بياخد منه ريموت المتحكم في المتفجرات، وعلى طول بيسيبه وبيمشي، والجوكر وهو ماشي بيقول ان البشر اللي انت عمال تدافع عنهم دول وحشين، وبيعرف باتمان ان اللعبه اللي هو عاملها على السفينه دي هتكشفهم على حياتهم، وكل واحد فيهم هيبان انه بيحب نفسه، ولكن الغريب ان كل سفينه بتختار ان هي ما تفجرش السفينه الثانيه، وده بيكون عكس اللي الجوكر كان متوقعه، وبكده كلهم بيعيشوا، وفي عز الاحداث دي بنعرف ان هارفي خطف اسره جوردن، والسبب في ده بيكون عقاب من هارفي لجوردن علشان جوردن وصل متاخر وما قدرش انه ينقذ ريتشل، وبنعرف ان هارفي كان بيحب ريتشل جدا، وبيوصل باتمان للمكان وبيطلب من هارفي ما يعملش اي حاجه لاسره جوردن، ولكن هارفي بيمسك ابن جوردن وبيكون هيقتله، وساعتها باتمان بيتدخل، وعلى طول هارفي بيضرب عليه النار وبيوقع باتمان على الارض، وهنا بنفكره انه مات، ولكن بنفتكر انه لابس بدلته واللي فيها درع واقي من الرصاص، وبكده باتمان مش بيموت، وبيكمل باتمان قتال ضد هارفي، وبتنتهي المعركه دي بان هارفي بيقع من فوق المبنى وللاسف بيموت، ولكن بيتفق باتمان مع جوردن ان هما مش هيقولوا للناس اي حاجه عن اللي هارفي عمله، وده علشان يفضل الناس شايفين انه انسان كويس، ويفضل عندهم امل في كل الناس اللي ساعدت المدينه، وده خصوصا ان هارفي خدم مدينه جوثام كتير جدا، وبيتفقوا كمان ان كل الجرائم اللي هارفي عملها هتبقى كأن باتمان هو اللي عملها، وساعتها باتمان بيبقى رسميا خارج عن القانون في نظر الناس، وبس كده بتنتهي احداث فيلمنا، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير الفيديو وسبسكرايب للقناه علشان تشوفوا كل جديد بنقدمه، واستنونا في افلام كتير جايه، وسلام.